يتحدث الماغوط عن سبب اعتقاله. يقول: كنت عضوا في الحزب السوري القومي وحصل الأمر دون قناعة تذكر، ربما كان الفقر سببا في ذلك، فبالنسبة لفتى يافع وفقير مثلي كنت بحاجة إلى انتماء ما، وكان هناك حزبان يتنافسان في السلمية وهي مسقط رأس الشاعر، هما حزب البعث والحزب السوري القومي. وفي طريقي للانتساب إلى أحدهما اتضح لي أن أحدهما بعيد ولا يوجد في مقره مدفأة، ولأنني كنت متجمد الأطراف من البرد اخترت الثاني دون أي تردد، لأنه قريب من حارتنا وفي مقره مدفأة. وصراحة إلى الآن لم أقرأ صفحتين من مبادئه، ومنذ أن انتهت موجة البرد الأولى لم أحضر له اجتماعا ولم أقم بأي نشاط لصالحه على الإطلاق، باستثناء مرة واحدة كلفوني بها بجمع تبرعات من إحدى القرى التي كنت أعمل في بساتينها، فجمعت التبرعات والاشتراكات واشتريت بها بنطلونا، وذاك وجه الضيف، ولكني سجنت بسببه أكثر من مرة.